بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم أصدقائي في درس جديد من دروس مادة الجغرافيا. النهاردة إن شاء الله عنوان درسنا باسم التقنيات الحديثة ودورها في جغرافيا التنمية. التقنيات الحديثة ودورها في جغرافيا التنمية. طبعا احنا من السنة اللي فاتت واحنا عارفين ان الجغرافيا شهدت تطور كبير، ساعد على التطور في علم الجغرافيا تطور كل من علوم الفضاء أو علوم الحاسب الآلي. كل الدول العالم بقت دلوقتي بتتطلع إلى نظم المعلومات الجغرافية، وبقت إن هي بتطبقها في المؤسسات الحكومية بهدف الارتقاء بيها. من أمثلة تلك التقنيات هلاقي في عندي حاجة كنا خدناها السنة اللي فاتت، اللي هي الاستشعار عن بعد. فاكرينها ولا لأ؟ الاستشعار عن بعد. حاجة كمان اللي هي نظم المعلومات الجغرافية، اللي هي بيرمز لها بالرمز GIS. ناخد واحدة واحدة كده. لو كنا فاكرين تعريفهم، التعريف هو هيجي لنا السنة دي كمان مرة. فهنعرف الاستشعار عن بعد عشان نحفظه. الاستشعار عن بعد هو علم القياس أو الحصول على المعلومات من سطح الأرض. تاني، هو علم القياس أو الحصول على المعلومات من سطح الأرض بواسطة أجهزة وتصوير ومستشعرات لا تلامس سطح الأرض. طيب، كمان مرة، استشعار عن بعد هو علم القياس أو الحصول على المعلومات من سطح الأرض بواسطة أجهزة وتصوير ومستشعرات لا تلامس سطح الأرض. طيب، التصوير دوت بيكون يا اما جوي يا اما تصوير فضائي. تصوير جوي يا اما تصوير فضائي. في تعريف كمان هنحفظه كنا خدناه ايضا السنة اللي فاتت، اللي هو نظم المعلومات الجغرافية. يعني ايه كلمة نظم المعلومات الجغرافية؟ هلاقي ان في عندي نظم المعلومات الجغرافية هو نظام معلوماتي. نظام معلوماتي صمم لإدخال وتخزين ومعالجة واسترجاع وتحليل البيانات الجغرافية. كمان مرة، نظام معلوماتي صمم لإدخال وتخزين ومعالجة واسترجاع وتحليل البيانات الجغرافية بهدف المساعدة في اتخاذ قرار مناسب. بهدف المساعدة في اتخاذ قرار مناسب. دول مفهومين مهمين جدا وهنحفظهم، اللي هو الاستشعار عن بعد واللي هو نظم المعلومات الجغرافية. دول تقنيات حديثة هنعرف دلوقتي أهميتها في علم الجغرافيا أو أهميتها في جغرافيا التنمية. لو فاكرين من الدرس اللي فات احنا خدنا مجالات جغرافيا التنمية. لو فاكرين مع بعض مجالات جغرافيا التنمية 3 نقولهم مع بعض. في عندي تنمية موارد البيئة، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية. فاكرينهم ولا لأ؟ طبعا. طيب، كل تقنية بتلعب دور في التنميات أو في مجالات التنمية. فمثلا زي ما انتم شايفين في الرسمة اللي قدامكم دول وركزي فيها، عندي تنمية الموارد البيئية. يا ترى التقنيات أثرت فيها؟ لا. فالتقنيات أثرت في تنمية الموارد البيئية في 3 حاجات: البحث والتنقيب عن موارد الماء، البحث والتنقيب عن المعادن، صيانة وحماية البيئة. 3 حاجات هم. طيب، يا ترى التقنيات الحديثة أثرت في التنمية الاقتصادية؟ أثرت في التنمية الاقتصادية في 3 حاجات: التنمية الزراعية، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية واكتشاف الآثار. طبعا كل واحدة من دول هنعرف دلوقتي كيف تم التأثير فيها. خلاص، آخر حاجة التنمية البشرية. فطبعا التقنيات أثرت فيها سواء في النمو العمراني أو الخدمات الصحية. طيب، هناخد واحدة واحدة كده ونشوف. في البداية هنتكلم عن مجال البحث والتنقيب عن البترول. البحث والتنقيب عن البترول ده تبع تنمية موارد البيئية. تبع تنمية الموارد البيئية، البحث والتنقيب عن الموارد المائية. طبعا زي ما انتم شايفين كده على الخريطة دي، خريطة قارة افريقيا. خريطة قارة افريقيا دي طبعا دي صورة جوية بالاقمار الاصطناعية بتبين الاماكن التي توجد بها مياه جوفية. لو بصينا على مصر دولتنا في الشمال الشرقي من قارة افريقيا فوق هلاقي ان معظمها ازرق. يعني معنى كده ان فيها كمية مياه جوفية كثيرة او وفيرة. ممكن ان احنا كدولة نستفاد من كمية المياه دي عن طريق زيادة المساحات الزراعية. خلاص، وانخفاض التكدس السكاني سواء في وادي النيل ودلتاه. طيب، معظم دول العالم التي تعاني من فقر في المياه اتجهت إلى استخدام تلك التقنيات لتحديد مواقع المياه الجوفية وأعماقها وكمياتها، لاستخدامها طبعا في مشروعات يا أولاد، في استخدامها في مشروعات التنمية. خلاص. طيب، رقم 2 البحث والتنقيب عن المعادن. هو يقدر يا مستر ان في قمر صناعي او طائرة تستطيع انها تكتشف
مناطق المعادن؟ اه طبعا، ده بيحصل عن طريق استخدام اشعة كهرومغناطيسية تنطلق من الاقمار الصناعية دي او من الطائرات وترتد مرة اخرى ليها. ويختلف طبعا الارتداد على حسب الجسم اللي هو ارتد منه او اتعكس عليه الاشعة. فمثلا بتختلف الانعكاس من جسم لاخر، وعلى حسب مدة الانعكاس دوت او درجة حرارته طبعا بنقدر نحدد اذا كان الجسم دوت معدن او مناطق ايه بالظبط. خلاص. طيب، هل ممكن ان احنا نعرف كمان المزروعات؟ اه طبعا، فباختلاف الانعكاس ايضا في نوع واحد ممكن ان احنا نحدد النباتات. ممكن نحدد كمان ان احنا النبات ده اذا كان مصاب بآفات ولا لا من الآفات. طبعا لايه؟ بسبب اختلاف درجة الحرارة، لان الانعكاس طبعا انعكاس الاشعة دي بيختلف برضو على حسب درجة الايه، حرارة الجسم. ممكن يرتد على حسب درجة حرارة الايه، الجسم. يبقى كده عرفنا كيفية البحث والتنقيب عن الموارد المائية والبحث والتنقيب عن الايه، المعادن. طب بالنسبة في حاجة كمان اللي هي صيانة البيئة وحمايتها، هل التقنيات الحديثة تستطيع ان هي تحمي البيئة وصيانتها؟ لو ركزتوا معايا على الصورة اللي هي على الشمال دي، طبعا دي لو كبرنا شوية كده، طبعا دي صورتين لمنطقتين هما نفس المنطقة بس في تاريخين مختلفين. اللي فوق في 21 مايو 2009، اللي تحت في 5 نوفمبر 2012. الاختلاف ما بين الصورتين يعني ممكن محدش يلاحظها بسرعة، لكن الاختلاف هو بيتمثل في ان اقتراب الساحل من يعني اقتراب الساحل في الصورة اللي تحت عن الصورة اللي فوق. لو انتم شايفين يعني الساحل بيقترب، معنى كده ان في فترة قريبة او في خلال فترة زمنية وجيزة هلاقي ان المياه بتغطي كل اجزاء القرية دي او المكان دوت. خلاص. طيب، ده هيفيدنا او هيفيد في صيانة وحماية البيئة ازاي؟ قال لي ان في تعتمد مشروع صيانة وحماية البيئة على قواعد اللي هي قواعد التوزيع الجغرافي لأنماط البيئة وخصائص كل بيئة ومتطلباتها. فيأتي دور الجغرافيا مين؟ الجغرافيا بتاعتنا في تحديد هذه الخصائص، حيث خلال ذلك يمكن تتبع التغيرات الحادثة من منطقة معينة وتقدير التأثير المختلف على المناطق المجاورة. وعلى طريق مقارنة مجموعة من الصور والخرائط ببعضها هيتضح الاختلاف ما بين الصورتين، سواء تغير في الشواطئ او تغير مناخي او الظواهر المرتبطة بالاشياء دي، ونقدر بعد ذلك ان احنا نعمل صيانة او حماية للبيئة. طيب، في حاجة عندي كمان اللي هو المجال التاني، التنمية الاقتصادية. هل التقنيات الحديثة تلعب دور في التقنية الاقتصادية؟ طبعا احنا قلنا فوق 3 حاجات في التنمية الاقتصادية. التقنيات الحديثة بتفيد التنمية الزراعية والصناعية والتنمية السياحية واكتشاف الآثار. طيب هناخد واحدة كده ونشوف التنمية الاقتصادية. هنبدأ الأول بالمجال الزراعي. في سؤال عندي مهم، تساعد التقنية في المجال الزراعي فيه. يا ترى التقنية الحديثة بتساعدنا أو بتساعد مجال التنمية الزراعية في ايه؟ هلاقي ان هي في 4 حاجات او 5 حاجات. رقم 1، الكشف عن اصابة بعض المحاصيل الزراعية. الكشف عن اصابة بعض المحاصيل الزراعية. 2، التعرف على تغير انماط استخدام الاراضي في اي منطقة في العالم. التعرف على تغير انماط استخدام الاراضي في اي منطقة فين في العالم. رقم 3، التنبؤ بانتاجية اي محصول قبل حصاده. التنبؤ بانتاجية اي محصول قبل حصاده. رقم 4، سرعة التنبؤ بالتقلبات المناخية سواء موجة صقيع أو حار، وبذلك يتفادى المزارعون طبعا إمكانية تعرضهم للأزمات. خلاص، أو الكوارث، لأنها طبعا لو في موجة حارة أو موجة عكسها موجة صقيعة ممكن يتأثر سلبا على المحصول، حتى إنها ممكن تعجز المحصول. ممكن المحصول ما يطلعش أصلا بسبب التغير المفاجئ في المناخ. فبالتالي التنمية أو التقنيات الحديثة بتساعد على سرعة التنبؤ بالتقلبات المناخية. آخر حاجة، التعرف على خصائص المجاري المائية، سواء بقى ترع، مصارف، أنهار، ومدى تأثرها طبعا بالمشكلات التي من أهمها طبعا نمو وانتشار الحشائش زي ما انتم شايفين في الصورة اللي قدامكم دي على نهر النيل. طبعا دي صورة بتوضح وجود الحشائش المائية بنهر النيل، ودي طبعا دي بتسبب إعاقة في الملاحة في ملاحة نهر النيل، كما انها تسبب طبعا في ضياع آلاف الأمتار المكعبة من الماء زي ما انتم شايفين قدامكم على الخريطة، ودي مشكلة بتواجهها مصر وبتحاول الدولة ان هي تحلها. طيب، مجال التنمية الصناعية، هل التقنيات الحديثة بتساعد في مجال التنمية الصناعية؟ هلخصها بسرعة كده. لو جالي سؤال ما هي الدراسات الجغرافية، ما هي أهم الدراسات الجغرافية في التنمية الصناعية، هقول حيث توفر الدراسات الجغرافية توزيع المواد الخام ومصادر الطاقة وحاجة السوق. كمان مرة، ما هي
أهمية الدراسات الجغرافية في التنمية الصناعية، هجاوب وأقول توفر الدراسات الجغرافية توزيع المواد الخام ومصادر الطاقة وحاجة الإيه السوق. طيب بالنسبة للآثار، هلاقي لو جالي السؤال هيجيلي ازاي؟ ما هي أهمية التقنية في مجال التنمية السياحية في كشف الآثار؟ طب هجاوب وأقول إيه؟ هقول يمكن استخدام الصور الجوية في الكشف عن المناطق الأثرية عن طريق رؤية سطح الأرض وما تحتها، ويوفر ذلك طبعا الإيه سواء الجهد أو المجهود. خلاص، يبقى كده تنمية صناعية عرفنا أهمية الدراسات الجغرافية فيها، والتنمية السياحية عرفنا طبعا التقنيات الجغرافية أو الدراسات الجغرافية فيها. طيب في حاجة كمان اللي هي التنمية البشرية. طبعا بفضل التقنيات الحديثة في الجغرافيا أصبح من السهل إنتاج الخرائط والتوزيعات الجغرافية وقواعد البيانات المختلفة بالعمران بأنواعه، سواء بقى عمران في الحضر أو في المدن أو في المدن، الحضر أو الريف أو البدو، طبعا الحضر أو الريف أو البدو. طيب مجال النمو العمراني، يا ترى التقنيات الحديثة بتفيدنا ازاي في مجال النمو العمراني؟ هلاقي ان التقنيات الحديثة بتفيدنا في تحديد انسب اشكال التخطيط العمراني المناسبة والخدمات المتاحة لتلك المناطق. يعني في مكان ما، على سبيل المثال مثلا مثلا اي مكان، لو في مكان فيه ازدحام في السكان، ممكن ان انا استطيع ان انا انمي المكان دوت عن طريق طبعا زيادة الخدمات، زيادة المستشفيات، زيادة الطرق. خلاص، بفضل الدراسات الجغرافية نستطيع تحديد أنسب أشكال التخطيط العمراني المناسبة والخدمات. زي ما انتم شايفين قدامكم على الخريطة دي صورة لمدينة شبين الكوم. الصورة اللي فوق دي سنة 1972، الصورة اللي تحت سنة 2010. لو لاحظين ان اللون اللي هو الملون دوت، اللي هو اللون البامبي دوت، ولا لون ايه ده، القرمزي دوت، هلاقي ان هو اكتر. معنى كده ان نسبة العمران زادت، معنى كده ان المنطقة دي في حاجة الى خدمات اكتر، وبذلك تستطيع الحكومة بفضل الخدمات او الدراسات الجغرافية في توفير الخدمات لتلك المناطق. خلاص، نخش بقى على في مجال الخدمات الطبية والصحية. هل تستطيع ان نستخدم التقنيات الحديثة في الجغرافيا الطبية والصحية؟ اه طبعا. قال لي ان احنا ممكن نستخدم التقنيات الحديثة في حاجتين اتنين بس. رقم واحد، لا قدر الله مثلا يعني عافانا وعافاكم الله، لو اي حد تعرض لحادث او ما، طبعا هنتصل بالإسعاف. طيب عن طريق استخدام التقنيات الحديثة أو الدراسات الجغرافية تستطيع الإسعاف الطارئ تحديد أقرب وحدة إسعافات إلى مكان الاتصال المبلغ عن الحادث وأقصر الطرق إليها أو الطرق البديلة. يبقى تعتبر نظام المعلومات الجغرافية إحدى الأدوات الجيدة لإدارة الإسعافات الطبية الطارئة من خلال تحديد أقرب وحدة إسعاف إلى مكان الاتصال المبلغ عن الحادث أو اقصر الطرق او طبعا او الطرق البديله. دي رقم واحد. رقم اتنين، من خلال التطبيقات النظم المعلومات الجغرافيه نستطيع ان نقيم اداء الخدمات الطبيه في اي منطقه عمرانيه لتحديد طبعا المناطق المخدومه والمناطق المحرومه، ونستطيع اعاده الهيكله او اعاده توسيع الخدمات الطبيه على المناطق. يعني المناطق لو مناطق فيها عمران كتير، معنى كده انها في حاجه للخدمات الطبيه. مناطق اقل كثافه عمرانيه او كثافه سكانيه، بالتالي دي طبعا مش هتبقى بنفس الاحتياج بتاع المناطق اللي فيها تكدس سكاني. خلاص، ده شرح بسيط وسهل لدرس التقنيات الحديثه او التقنيات الحديثه ودورها في جغرافيا التنميه. درس سهل جدا وبسيط وشيق، ارجو ان انتم تكونوا استفدتم. بس قبل ما اقفل الحلقه، في عندي الرسمه اللي فوق دي مهمه جدا، اللي هي دور التقنيه الحديثه في جغرافيا التنميه. انا ما صعبش على نفس الامور، لان عندي تنميه الموارد البيئيه والتنميه الاقتصاديه والتنميه البشريه، دول مجالات التنميه. مجالات التنميه التقنيه بتلعب في كل واحده منهم دور، دور. فانت احفظ دور تنميه الموارد البيئيه، البحث والتنقيب عن الموارد المائيه، البحث والتنقيب عن المعادن، صيانه وحمايه البيئه. سهلين جدا وسهل شرحهم. بالنسبه للتنميه الاقتصاديه، تلعب التقنيه الحديثه دورا في كل من، سواء تنميه زراعيه او تنميه صناعيه او تنميه سياحيه واكتشاف الاثار. بالنسبه للتنميه البشريه، التقنيات بتاثر في النمو العمراني والخدمات الصحيه، وعرفنا كيف تؤثر التقنيات الحديثه في كل من الثمان حاجات اللي موجوده قدامك دي. خلاص، فان شاء الله ارجو ان انتم تكونوا استفدتم، ونحفظ التعريفات كويس. النهارده خدنا تعريفين اتنين بس، اللي هو تعريف الاستشعار عن بعد وتعريف نظم المعلومات الجغرافيه. نحفظ ونذاكر كويس ونفهم. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتم. لو حد عنده اي تعليق ممكن يكتب التعليق بتاعه تحت الفيديو، ولو مزيد من الفيديوهات اعملوا سبسكرايب للفيديو. وشكرا لحسن استماعكم.